النادي بتاعي اهو، حبيب قلبي اهو، زينة النوادي اهو. ده اللي خاف على الاهلي بعد ما امام غاب، ده كده خاب. واحمد نبيل كوكا جه عوض غياب امام الحراق. ايه الحلويات دي يا اهلي؟ والله انا عملت حسابي وما حلتش بعد الفطار عشان كنت متاكده ان انا هحل بيك. مباراه تكتيكيه عظيمه من جدي كولر، وبصرف النظر عن القرف اللي احنا بنشوفه في التحكيم، وبصرف النظر عن معرفش منظومه التحكيم بجد هتنضف امتى، ولكن النادي الاهلي بيلعب مباراه تكتيكيه عظيمه. وانا دايما مقتنعه ان النادي الاهلي بما حضر، وقلت لكم كده امبارح. عاوزه اتكلم عن مصطفى شوبير. انا كل مباراه للنادي الاهلي بطلع اتكلم عن مصطفى شوبير. ما هو بجد يا جماعه تبقى حلويات والله بجد. انا خلاص انا ما بقتش خايفه على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. جماعه مصطفى شوبير مطمئن لدرجه غريبه. يا رب يفضل ثابت على المستوى الفظيع اللي هو فيه ده. عنده ردة فعل ما شفتهاش بجد، فظيع والله. انا اصلا بتخض يعني كل كره تيجي على النادي الاهلي بلاقيه هو عنده ردة فعل رهيبه. الله اكبر عليه، ربنا يحميه يا رب. عاوزه اتكلم عن رامي ربيعه. جه في نهايه الماتش يا حبيبي خلاص وشه احمر بجد. رامي ربيعه الفتره الاخيره بيقدم حلويات، وحرفيا والله هو ما قصرش بعد غياب ياسر ابراهيم كمنتخب وكالنادي الاهلي. عاوزه اتكلم عن محمد مجدي قفشه. عاوزاكم كلكم تقولوا لي عاش يا خوخه وبرافو يا خوخه، لان انا امبارح قلت لكم ان محمد مجدي قفشه بينزل شوط تاني بيبقى حلويات. النهارده قفشه عمل اسيست لكهربا، الاسيست الاول لقفشه لكهربا، اللي كهربا طبعا ضيعها بغرابه. انا معرفش كهربا بيعمل ايه اقسم بالله، يعني من كهربا المودست يا قلبي لا تحزن. وفي نفس الثانيه اللي عمل فيها الاسيست رجع دافع تاني. فلا شابوه محمد مجدي قفشه. للناس اللي كانت بتشتم في محمد مجدي قفشه، انتوا حرفيا ما بتفهموش كوره. قفشه الفتره الاخيره حلويات، وحرفيا بينزل شوط تاني بيصنع الفارق مع النادي الاهلي. كونك انت مش شايف حاجه زي دي وجهه نظرك، لكن احنا بنشوف اللي بنشوفه في الملعب بنقوله. قفشه بينزل بيغير مجرى المباراه تماما. انا مش هلوم على مودست الصراحه النهارده خالص، لاني الصراحه بعد نزول كهربا ضيع كورتين. لو كان مودست اللي ضيعهم كنا قلبنا عليه، ولكن انا مش هتكلم خالص. ده بالعكس، مودست كان ليه ضربه جزاء الشوط الاول، فزيه زي كهربا. لو هنتقد مودست هنتقد كهربا. فربنا يرجع لنا وسام ابو علي بالسلامه، عشان احنا قرفنا. من وجهه نظري رضا سليم ومحمد مجدي قفشه هما الاثنين نزلوا الشوط الثاني غيروا مجرى المباراه تماما. علي معلول النهارده كان اداؤه بسم الله ما شاء الله عليه. عايزه اتكلم عن احمد نبيل كوكا بقى، عريس المباراه النهارده وصاحب الهدف الوحيد في المباراه. احمد نبيل كوكا انا بحب فيه حاجه واحده، ثقته في نفسه. ودايما بقول ان في فرق بين الثقه بالنفس وبين الغرور. احمد نبيل كوكا عارف هو عاوز بيعمل ايه في الملعب. هو نازل ما بيتفزلكش، بياخد التعليمات بينزل يطبقها في الملعب باسهل حاجه. مش مغرور وفي نفس الوقت واثق من نفسه. رضا سليم بقى اللي كل 10 دقايق يقع لي في الملعب يمسك كتفه يمسك رجله، هو يقع من هنا وانا امسك قلبي من هنا. والنبي حد يقول لعيبه النادي الاهلي ما تقعش، احنا مش مستحملين والله. النهارده النادي الاهلي بصرف النظر عن الغيابات وبرغم الغيابات بتاعه النادي الاهلي القويه، من عمر كمال عبد الواحد للزنفالي لامام عاشور لوسام ابو علي لاليو ديانج لمحمد الشناوي، الا النادي الاهلي تكتيكيا خلص على المباراة. نتيجة أهم ما فيها إن احنا حافظنا على شبكنا تماما من الأهداف. مباراة الشوط الأول خلصت في تنزانيا 1-0. إن شاء الله الجمعة القادمة الشوط الثاني هنا في القاهرة إن شاء الله وسام أبو علي يكون رجع لنا بالسلامة. يعني أنا شايفة إن لولا الغيابات والله اللي عندنا فريق سيمبا فريق متواضع جدا. كان ممكن كمان لولا كهربا الكورتين اللي ضيعهم نخلص الماتش ده 3-0، ولكن الكورة نصيب. نفسي بقى المتحدثين الرسميين باسم النوادي ورؤساء النوادي يبطلوا لوكلوك كتير قبل المباريات. مش لازم اللي انتوا عملتوه ده قبل المباراه وقعدتوا تقللوا من قيمه النادي الاهلي. قلت لكم هنروح لكم في ارضكم وهنعرفكم ان سيمبا ده كرتون. ما سمعتوش كلامي. ان شاء الله نكملها على خير ونصعد لنصف النهائي يوم الجمعه القادمه. ان شاء الله نحتفل بصعود النادي الاهلي لنصف النهائي. ولكن عاوزه اقول حاجه صغيره لعيبه النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، لازم تتكلموا مع اللعيبه في قصه الحكام. لاني من الواضح جدا ان الحكام مش هتسيب لنا الموضوع ده بالسهل، ما بيحسبوش اي حاجه. فلازم احنا نكون نازلين عارفين احنا عاوزين ايه من المباراه، وما نخليش المباراه في ايد الحكام. احنا نخلصها بنفسينا ونسجل من اقل فرصه ونستغل كل الفرص، لان انتوا زي ما انتوا شايفين الحكام عاملين ازاي. فلازم تتكلموا مع اللعيبه في النقطه دي كويس جدا عشان بيبان. فالحكام باينه من اولها، مش محتاجه كلام خالص. الحكم النهارده بصرف النظر عن ضربه الجزاء ما بيحسبش اي حاجه للنادي الاهلي، ده اي كره ليهم بتتحسب فاول. فلازم نتكلم مع اللعيبه في قصه الحكام دي وننزل الماتش نخلصه، ما نحطش صباعنا تحت ضرسهم ابدا. ربنا مع النادي الاهلي بيوفق لعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. وان شاء الله ال 12 حاساها كده اهلاويه وبتنادينا ان شاء الله.